ورحمه الله وبركاته. متابعين تربيه الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب، اهلا وسهلا بكم. طبعا في ناس كتير كانت بتسال انت بتحضن كام في المتر في البطاريات. طبعا احنا بنبتدي العدد بتاعنا بيكون في العمر الاولاني لغايه عمر 5 ايام تقريبا بيبقى 40 في المتر عشان نبقى متفقين. 40 كتكوت بنشتغل عليهم في التحضير. بعد عمر الخمس في العمر الخامس او السادس بنبتدي نخف العدد ل 25 في المتر، وباذن الله احنا دلوقتي عمر 13 يوم زي ما انتم شايفين بالصلاه على النبي كده. بص كده شغال الدنيا عليهم ما شاء الله. الفراخ تقريبا ما ايه ماليه المكان او ماليه العين. باذن الله في العمر ال 13 هنبتدي بكره نخف باذن الله، نخلي الاعداد بتاعتنا 12 او 14 حسب المساحه اللي موجوده عندك. وفي معلومه بقى احنا عاوزين نقول هنا مهمه جدا للناس وانت بتخف. كلنا عارفين ان كثافه الهواء الساخن بتكون قليله فبتكون في العالي، فعندنا الادوار العاليه دي 1 2 3 اهو. هنا الهواء بيكون درجه حراره وهنا درجه حراره وهنا درجه حراره. فانت علشان خاطر تخف خليك دايما في الكثافه العاليه تكون تحت، يعني ممكن تخلي 12 او 14 حسب ما انت صيف شتاء. هنخلي في العين 12 10 او زي ما انت عاوز تخليها 12 10 8 حسب الحاله اللي قدامك وحسب المساحه اللي انت عامل بيها. ضروري جدا ناخد بالنا من الموضوع ده كله. يعني انت هنا مفيش تساوي ليه؟ عشان الحراره مختلفه. انا عندي الحراره مختلفه في المكان فما ينفعش اخليها كلها زي بعضها. لكن احنا بنبتدي قد ايه؟ بنبتدي 40، بعد 5 ايام بنبتدي نخف نخليها 25. باذن الله في العمر ال 13 هنخف. بعد كده كمان باذن الله العمر بقى بنوصل ل 20 او 18 يوم باذن الله بيكون كل العيون كلها متوزعه فيها. فالتوزيع هتكون كام؟ من تحت بتكون 12 مثلا 10 عشان خاطر زي ما قلنا لحضراتكم اختلاف درجات الحراره. تحت بيكون درجه حراره وفوق بيكون درجه حراره ثانيه. فاحنا ما يكونش الدنيا فوق درجه حراره عاليه واديها كثافه كمان عاليه اضر بالفراخ بتاعتي. وده حاجه مهمه حبينا نقولها لحضراتكم المره دي. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لكم شير على الفيسبوك وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.